من اكتر المخللات اللي ممكن تعملوها وتظبط معاكم من اول مره هو ليمون المخلل المعصفر، بجد مفيش اسهل منه. النهارده نعمله مع بعض بتتبيله خطيره جدا، ويلا بينا على الطريقه على طول. بس ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنتات كتير قمر زيكم. معانا كيلو من الليمون. حاولوا تجيبوا الليمونه تكون ماسكه نفسها، تكون يعني جامده، ما تكونش طريه، والقشره بتاعتها تكون خشنه، ما تكونش ناعمه، تكون قشرتها كده وانتوا بتنقوه تكون خشنه، بحيث ان احنا لما نخللها تكون فيها لحم. تمام. غسلنا الليمون بتاعنا كويس جدا جدا، وحطينا عليه شويه ميه، وهنسيبه بس يغلي 10 دقايق مش اكتر من كده. وهنسيبه وهو بيغلي كده هنبتدي نعمل التتبيله بتاعتنا. التتبيله عباره عن ايه؟ 3 معالق كبار من العصفر، هيدوله لونه حلو قوي قوي، و3 معالق كبار من حبه البركه. تمام. دي التتبيله بقى بتاعتنا. هنحط ايه كمان يا ست الكل؟ هنحط عليها شويه معلقتين كبار من الهريسه. الهريسه دي اللي هو الفلفل الاحمر، انا كنت عاملاها قبل كده وشايلاها عندي، يعني بحب اعملها واحتفظ بيها. لو عايزين طريقتها برضو قولوا لي وانا هقولها لكم. تمام. هنحط ايه كمان؟ هنحط بقى شويه زيت، يعني حوالي 4 معالق كبار كده من الزيت. وهنحط كمان حوالي 4 معالق كبار من الخل، مش اكتر من كده، يعني 4 معالق كبار من الخل و4 معالق كبار من الزيت، وبقيه التوابل بتاعتنا اللي هي حبه البركه والعصفر. بجد احلى تتبيله، ريحتها خطيره من غير ما نعمل اي حاجه. بعد كده في الخطوه دي اختياري، عندي فلفل اخضر، انا بحب احطه على الليمون بحيث ان يخلي لي الليمون بتاعي كده ايه، مشطشط شويه، حراق. المخلل بالذات لما بيكون حراق شويه كده بيبقى طعمه حلو قوي قوي، بيبقى حرش كده يعني. دي اختياري، لو عايزين تعملوها اعملوها. هنا خلاص الليمون بتاعي خلاص استوى، يعني مش استوى سوا كامل، يعني اللي هو اخد بس 10 دقايق معايا كده، طرى معايا طرى بسيطه، شايفينها؟ مش مهري معايا. تمام كده. في الخطوه دي بقى، اول لما بياخد ال10 دقايق بديله صدمه على طول بميه ساقعه، يعني ميه من الحنفيه، بديله ميه ساقعه شطفه واسيبه يتصفى، بحيث ان انا اوقف عمليه السوا بتاعته. تمام. والميه المخلل طبعا ميه السلق بتاعه الليمون مش هرميها زي ما انتم شايفينها اهي، انا محتفظه بيها على جنب عشان هي دي اللي هعمل بيها المحلول الملح بتاعي. تمام كده. بعد كده بقى، بعد ما خلاص بيستوي معايا وبديله صدمه، ببتدي افتحه 4/4 زي ما انتم شفتوا كده بالسكينه، والسكينه بتاعتك لازم تكون حاميه بحيث ان ما ينزلش العصاره بتاعته اللي هي الميه بتاعه الليمون. تمام. وابتدي بقى احشيه الحشوه اللي احنا عملناها دي من جوه بالشكل ده كده. تمام كده. خلاص حشيت الليمون بتاعي كله بالشكل ده. هنسيبه بقى على جنب ونبتدي نعمل محلول الملح بتاعي. بصوا شكله حلو جدا اصلا من غير ما نعمل اي حاجه. هنجيب ميه السلق بتاعه الليمون اللي احنا سلقناه فيها، نحط عليهم كوبايه الا ربع من الملح، وبعد كده دي البهاريز بتاعه حبه البركه والعصفر والكلام ده كله، برضه هننزل عليهم في المحلول بتاعنا، وندي بقى كل ده تقليبه، وهننزل عليهم بمعلقه سكر. معلقه السكر هنا بقى هتديله تعادل كده للطعم، يعني السكر هنا بنحطه مش عشان خاطر قرمشه ولا اي حاجه، احنا بنحط السكر برضو بيدينا تعادل، زي برضو ما بنحط للمعجنات والكلام ده كله معلقه سنه من الملح علشان برضو يدينا تعادل، فاحنا برضو هنا بنحط معلقه السكر كده يدينا برضو تعادل للطعم، حلو قوي قوي. سامحوني انا البلد عندي مبهدلني، فشويه صوتي ممكن يكون متغير يعني. رصينا بقى الليمون بتاعنا كده في البرطمان، والبرطمان لازم تكوني معقماه، وهنا حطينا الليمون خلاص، وبعد كده حطينا على وش شويه زيت بحيث ان هو برضه يحفظه لنا. وكلي احلى مخلل ليمون بعد 10 ايام، اسبوع كتير، وكلي بجد احلى مخلل ليمون. جربوه، قولوا لي رايكم كله في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد على خير، وبحبكم جدا.